حدد النادي الأهلي بشكل رسمي موقفه من عودة محمود كهربا مهاجم القلعة الحمراء من جديد إلى صفوفه، وذلك بعد الأحداث الساخنة في دولة ليبيا على المستوى الأمني. وقد شهدت العاصمة الليبية طرابلس اندلاع اشتباكات مسلحة أثارت مخاوف بشأن سلامة المواطنين المصريين المتواجدين هناك، وعلى رأسهم عدد من الرياضيين. وتم الاستقرار بشكل نهائي داخل صفوف النادي الأهلي على رفض عودة محمود كهربا مهاجم الفريق من جديد في نهاية الموسم الحالي. ويرى جهاز الكرة بالنادي الأهلي أن الفريق الأحمر يحتاج إلى صفقة أفضل من محمود كهربا، خاصة بعد رحيله بشكل رسمي من خلال بيع عقده إلى نادي الاتحاد الليبي في فترة الانتقالات الشتوية. ويرفض النادي الأهلي بشدة عودة محمود كهربا إلى صفوفه مجددا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لأسباب فنية. ويمنح النادي الأهلي الأفضلية لضم صفقة محلية في الفترة المقبلة لبعض الأسماء مثل عمرو ناصر مهاجم فريق فاركو، أو أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلي. وكانت الحالة الفنية والبدنية لمحمود كهربا قد تأثرت في الفترة الأخيرة مع الفريق الأحمر قبل رحيله، كما تعرض لانتقادات قوية من جانب جماهير الأهلي التي طالبت برحيله عن الفريق. وفي الوقت نفسه يتحفظ النادي الأهلي على خطوة عودة محمد شريف، وذلك لأسباب فنية، حيث لم يظهر بالمستوى الفني المطلوب في بطولة الدوري السعودي مع فريق الخليج. تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي عن مستجدات ملف تجديد عقد رامي ربيعة مدافع الفريق وموقف الحارس حمزة علاء الذي تأكد رحيله رسميا بعد انضمام محمود سيحة حارس مرمى حرس الحدود المعار من المقاولون العرب. وقال عبد الحفيظ خلال تصريحات عبر قناة MBC مصر واحد إن كل لاعب يحدد قراره بناء على احتياجاته الشخصية، مضيفا: أنا لا ألوم أحدا في قراراته الكروية ولا أشعر بالأسى على أي لاعب، كل فرد حر في قراره، ولكن من وجهة نظري يبقى للنادي حق على اللاعب. وأضاف: من الطبيعي أن يرفض اللاعب عرضا لا يناسبه، ولكن لا يجب أن يغفل أن هناك اعتبارات فنية وسنية تؤثر على قرارات النادي. وأوضح أن التفاوت في العروض المقدمة للاعبين أمر طبيعي ويعتمد على معايير متعددة مثل العمر والاحتياجات الفنية وخطة الفريق. من جانبه أكد محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي أن الحديث عن تجديد عقد رامي ربيعة مؤجل حاليا بسبب التركيز الكامل على حسم لقب الدوري، مشيرا إلى أن النادي قدم عرضا رسميا للاعب منذ أسبوع وينتظر الرد النهائي عقب مباراة البنك الأهلي. وأوضح يوسف أن العرض المقدم لربيعة يراعي مكانته كأحد قادة الفريق، بل وتفوق ماليا على عرض التجديد لياسر إبراهيم بفارق 5 ملايين جنيه، مؤكدا أن القرار الآن بيد اللاعب، ولكن الأهلي لن يدخل في مزايدات أو مفاوضات مطولة. تشير تقارير صحفية إلى اقتراب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رامي ربيعة من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تفاقم الخلاف بينه وبين إدارة القلعة الحمراء حول تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي. وذكرت مصادر مقربة من اللاعب أن ربيعة قد توصل بالفعل إلى اتفاق مبدئي مع أحد الأندية السعودية للانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم الكروي الجديد، حيث يأتي هذا الاتفاق بعد رفض إدارة الأهلي تلبية طلبات اللاعب المالية لتجديد عقده، والتي يراها مسؤولي النادي مبالغا فيها. وكشفت التقارير عن قيام إدارة الأهلي بتقديم عرض مالي جديد للمدافع المخضرم من أجل إقناعه بتمديد بقائه في صفوف الفريق، إلا أن ربيعة لا يزال متمسكا بتقاضي راتب سنوي لا يقل عن 40 مليون جنيه، وهو ما تعتبره الإدارة الحمراء مطالب مالية مرتفعة للغاية، خاصة أن العرض المقدم من النادي لم يتجاوز حاجز 30 مليون جنيه شاملة الإعلانات. وفي ظل هذا الانسداد في المفاوضات باتت إدارة الأهلي تلقي بالكرة في ملعب ربيعة لحسم موقفه النهائي، سواء بقبول العرض الجديد أو رفضه، مما سيؤدي إلى إغلاق ملف تجديد عقده والإعلان عن رحيله عن صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.